بسمات يا حبيب القلب، كيفكم؟ شو الأخبار؟ اليوم رح نحكي سوا عن قرار رح يتطبق ببطولة الكأس العربي اللي رح يشارك فيها منتخبنا الوطني. هو قرار أصدره الفيفا امبارح، وعلى رأسه رئيس لجنة الحكام الإيطالي بيير لويجي كولينا. القرار بنص أنه أي لاعب بيتعرض لإصابة وبيتدخل الجهاز الطبي لعلاجه يستبعد لمدة دقيقتين. يعني الفريق رح يلعب ب10 لاعبين لبين ما تخلص مدة الإيقاف لمدة دقيقتين. بيستثنى من هذا القرار مثلا لاعب صار في تدخل وانصاب والأنذر اللاعب الآخر إن كان طرد أو بطاقة صفراء، بيضل اللاعب يتعالج وبيرجع بيكمل المباراة. طبعا الحارس المرمى لا يشمله هذا القرار، يعني بينصاب وبيضل عم يتعالج ليقوم منه. يعني برأيكم هيك قرار رح يفيد منتخبنا الوطني أو رح يضره؟ لأنه نحن معروفين بصراحة بمنتخباتنا أنه نحن بنلتحش بأرض المرمى وبنلتحش بالملعب وخالصين، يعني ما عاد نقوم، خصوصا إذا كنا متقدمين بالنتيجة أو نحن بدنا فوز أو تعادل أو يعني بنأمل هيك قرارات تساعد بتطوير اللعبة، بتساعد يكون في حماس أكثر، لأنه بتعرفوا ضياعة الوقت بتبرد اللعبة، بتعمل كثير أشياء سلبية باللعبة. شاركوني التعليقات لنشوف أنتم مع هذا القرار هل رح يفيد منتخب سوريا أو لا. بشوفكم فيديوهات تانية خلال بطولة كأس العرب. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وإن شاء الله نقدر نعمل نتيجة إيجابية ونفرح فيها الجماهير السورية.